ده العيش الفينو بعد ما خرج من الفرن. اتمنى يعجبكم بالشكل الجميل ده اهو. شايفين اهو الشكل الحلو ده اهو. بمقادير مش مكلفه حاجه خالص، هتقدري تعمليه لاولادك في المدرسه بدل ما تشتريه من الفران. هيطلع بالشكل الحلو ده من ايديكي اكتر اهوت. السلام عليكم. النهارده هعمل لكم العيش الفينو بتاع المدارس بطريقه سهله وبسيطه ومش مكلف حاجه خالص. هتعمليه لاولادك لما يروحوا المدرسه ان شاء الله. اول حاجه معانا معلقتين سكر في البرطمان ده، وهيبقى معانا هناخد نص كوبايه ميه من الكوبايه دي، نص كوبايه ميه. وهيبقى معانا حوالي 10 جرام خميره طازه اللي هي دي. ومعانا 3 معالق دقيق هنحطهم في البرطمان ده. السلام عليكم. النهارده هعمل لكم العيش الفينو بتاع المدارس بطريقه سهله وبسيطه هتعمليه لاولادك ان شاء الله في المدرسه. هنبدا بمقاديرنا. هنعمل الاول الخميره اللي احنا هنخمر بيها العيش الفينو. هنجيب معلقتين سكر ونحطهم في البرطمان، ومعانا نص كوبايه ميه، هناخد نص كوبايه ميه من الكوبايه دي. ومعانا 10 جرام خميره طازه. وهيبقى معانا 3 معالق دقيق هنحطهم برضو في نفس البرطمان. حطينا السكر هنحط الخميره. حطينا الخميره بالشكل ده، هنحط نص كوبايه الميه هنا على البرطمان، وهندوب الخميره مع السكر. بعد ما انا قلبت الخميره مع السكر بالشكل ده كده، هنزل ب3 معالق دقيق في البرطمان ده. بسم الله. معلقه، 2، 3، وهقلبه بالشكل ده كده. بعد ما انا قلبت بالشكل ده كده اهي، هغطي البرطمان 10 دقايق واسيب الخميره تتفاعل بالشكل ده كده. هنحضر بقى المكونات. بقى معانا كيلو دقيق، هيبقى معانا 50 مللي زيت، ومعانا معلقتين لبن بودره. هنحط ونص معلقه ملح. هنحط اللبن البودره على الدقيق هنا كده بالشكل ده كده، والملح هيبقى معانا نص معلقه بيكنج باودر. ادي البيكنج باودر اهو. يبقى احنا حطينا على الدقيق، جبنا الدقيق كيلو دقيق، حطينا معلقتين لبن بودره، ومعانا معلقه ملح صغيره، ومعانا برضو معلقه بيكنج باودر صغيره او نص معلقه كبيره بالشكل ده كده. وهنخلطهم مع بعض. هنقلب كده المكونات دي مع بعضها بالشكل ده كده. كده الخميره اهي بتاعتنا بالشكل ده كده اهي. نفتح البرطمان، خمرت بالشكل ده اهي اهيت. هنجيب الدقيق بقى ونفضي عليها الخميره بالشكل ده كده. بسم الله اهي. شايفين الخميره خمرت خالص اهي بالشكل ده كده اهي. هنفضي فيها الميه. احنا هيبقى معانا كوبايتين ميه كده. معانا الخميره بالشكل ده اهي شايفين. هنحط بقى الزيت، 50 مللي زيت اهي. هنسيب شويه نلم بيهم العجينه بالشكل ده كده، وهننزل بكوبايه الميه بالشكل ده اهي. حطيناها في البرطمان عشان ننزل الخميره الباقيه بالشكل ده كده، وهنقلب. هنجيب كمان كوبايه ميه، هننزل بالميه شويه شويه برضو. الميه دي دافيه بالشكل ده كده، وهنعجن.
يبقى كمية المية قد كمية نص كمية الدقيق بالشكل ده كده. هنعجنها بقى عجنة كويسة لمدة 10 دقايق بالشكل ده اهي. اسيبها ترتاح نص ساعة على حسب المكان اللي انتوا فيه، ممكن ساعة حسب ما تخمر والوقت اللي هتاخده بالشكل ده كده. شوفوا العجينة عاملة ازاي، زي الملبن. بس كده هنسيبها تخمر وارجع لكم تاني. العجينة بتاعتنا خمرت بالشكل ده اهي. هنبتدي نهبطها كده وهنقطع فيها. هنقطع القطع قد دي عشان هنعمل الرغيف كبير، وانتوا عايزين تعملوا رغيف صغير براحتكم على حسب ما انتوا عايزين بالشكل ده كده. وهنحط في الصينية هنا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. قطعنا العجين، فردت قطع من العجين بالشكل ده كده، بالشكل ده كده اهو. هنلفها، هنلف كده بالشكل ده كده، بالشكل ده اهو. هنقفلها من هنا كويس كده بالشكل ده اهو. بالشكل ده كده اهو. واحطه في الصاج. احط كده على كمان افردها بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. هقلب العجينة كده بالشكل ده كده. نلف رول كده بالشكل ده كده، ونقفل هنا كويس كده بالشكل ده كده اهو. ده العيش الفينو اللي عملته اهو. هدخله الفرن بعد ما دهنت وشه بشويه لبن وحطيت على وشه سبسب. هدخله الفرن بعد ما يخرج من الفرن ان شاء الله هوري لحضرتك. شايفين اهو كمان واحد طلع بالشكل الجميل اهو، بطريقه سهله وبسيطه مش مكلفه حاجه خالص. هتعملي له ولادك بدل ما تشتري من الفران، بطريقه سهله وبسيطه. اتمنى تعجبك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده العيش الفينو بعد ما خرج من الفرن. اتمنى يعجبكم بالشكل الجميل ده اهو. شايفين اهو الشكل الحلو ده اهو. بيبقى دي مش مكلفه حاجه خالص. هتقدري تعملي لاولادك في المدرسه بدل ما تشتري من الفران. هيطلع بالشكل الحلو ده من ايديكي اكتر اهوت. العيش الفينو احسن ما تشتري من الفران. هتعملي في بيتك بطريقه سهله وبسيطه بالشكل الجميل ده اهو. شايفين باقل المكونات الموجوده في البيت بدل ما تشتريه. هيبقى سهل، تقدري تخزنيه برضو اهو بالشكل الجميل ده اهو. تعينيه في كيس وتعينيه في التلاجة اهوت بالشكل الجميل بطريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة حاجة خالص. اتمنى يعجبك.
شايفين اهو.